حجاب بنتها خلى الناس تغضب عليها واتهموها بقتل الخدامة بتاعتها وقالوا عليها اتجوزت الفنان مصطفى قمر في السر. حكايات وأزمات من دفتر حياة الفنانة مروة عبد المنعم. الساعات اللي فاتت اتعرضت الفنانة مروة عبد المنعم لانتقادات حادة جدا، وده بعد ما ظهرت بنتها وهي لابسة الحجاب. نشطاء كتير أشادوا جدا باللي عملته حور بنت مروة عبد المنعم، وفي الوقت نفسه هاجموا جدا مروة لأنها طبعا مش لابسة الحجاب. بعد الانتقادات دي خرجت مروة وقالت في رسالة قوية جدا: أنا فخورة ببنتي، أيوة بنتي اتحجبت وأنا لسه، كفاية بقى تنمر يا جماعة وكلام غريب بسمعه، وإزاي البنت اتحجبت ومامتها لأ. يا جماعة اللي هيحاسبني بس هو ربنا، هو اللي عالم بالخبايا. مروة عبد المنعم كانت قررت تخليد ذكرى ارتداء بنتها للحجاب، وصورت مقطع فيديو ونشرته على حساباتها على السوشيال ميديا. الفيديو أظهر ردود فعل العائلة على تصرف وقرار حور بنت مروة عبد المنعم، وطبعا ظهروا وهم مندهشين من اللي حصل. حاولوا كمان يشجعوا البنت إنها تكمل في ارتداء الحجاب، لدرجة إن البعض عنفها وشدد عليها إنها ما تقلعش الحجاب أبدا. الهجوم على الفنانة مروة عبد المنعم ده مش أول أزمة تتعرض ليها. في أبريل 2014 اتهمت مروة بأنها قتلت الخدامة بتاعتها اللي كانت عندها 13 سنة في حمام الفيلا. تم توجيه التهمة بشكل رسمي لمروة عبد المنعم وزوجها، لكنها حصلت على البراءة من التهمة دي. الأكتر بقى من كده إنها رفعت قضية على والد الخدامة، وقالت إن هو حاول يبتزها هي وجوزها علشان ياخد مبلغ 200 ألف جنيه، لكن التقرير الشرعي أرجع سبب وفاة الخدامة إلى توقف في عضلة القلب، وإن البنت ماتت بشكل طبيعي. أزمة تانية تعرضت ليها مروة عبد المنعم وهي زواجها من المخرج المصري حسام الشاذلي. الحقيقة بعد رحلة جواز استمرت 15 سنة هما الاتنين اتطلقوا من بعض. مروة اللي خلفت من حسام بنتها حور وابنها يحيى انفصلوا عن بعض بهدوء، ورفضت تكشف سبب الطلاق، لكن في تصريح قوي جدا قالت ان طلاقها كان اصعب عليها من قضية القتل اللي اتهمت فيها. قصة تانية عن مروة عبد المنعم وهي انتشار معلومات بتقول انها اتجوزت سرا من الفنان مصطفى قمر، وده لما مصطفى قمر نشر صورة ليهم هما الاتنين وكتب عليها وقال: انا ومروة العسل القمراية وعمل جديد مفاجأة، استنونا قريبا، منورة العمل يا مروة يا اختي. ورغم ان مصطفى قال يا اختي الا ان ناس كتير قالوا ان مروة اتجوزت مصطفى قمر في السر، لكن هما الاتنين نفوا الكلام ده.